بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وسهلا بكم في قناة يومياتي مع حماتي، معكم أم رقية. النهارده يا بنات انا جايلكم في فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. هنعمل مع بعض حاجه بسيطه جدا كده، حلوه بطريقه سهله جدا وبسيطه. حلوه بسيطه هتعجب عيالك ان شاء الله، ومش هتاخد وقت معاكي ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت مكونات بسيطه جدا. اهو زي ما انتم شايفين الحلوه بتاعتنا مش محتاجه كلام. اهو شايفين شكلها لوحدها بس حكايه كده اهوت. حاجه حلوه خالص اهو. يلا نخش الفيديو بتاعنا مع بعض نشوف احنا عملنا الحاجه الحلوه بتاعتنا ديت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي بقى للحاجة الحلوة بتاعتنا يا بنات. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت مش مكلفة ولا اي حاجة، وبتديكي طعم كويس. اول حاجة عندي 3 بكاو بسكوت سادة، اي نوع ان انت بتحبيه، اي نوع متوفر عندك واللي انت بتحبيه برضك في نفس الوقت. انا جبت 3 بكاو من دومت بسكوت اللي هو فير دوت. اهو ما رضيتش افتحه علشان ايه، اوريكم العلبة بتاعته. فتحت بقيته وسبت دوت. هبتدي ان انا اجيب كده التلات بكاو بتوعي واكسرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي ان انا اجيب البسكوت بتاعي كده واكسره عادي، يعني التكسير اللي هو العادي اهو. لو عندك بسكوت في البيت وعاملاه ينفع برضك، البسكوت اللي هو العادي بتاع العيد ينفع، يمشي معانا برضك في الخطوة دي اهو. انا عملت معاكم البسكوت الساده ده في القناه، بس كان جميل جدا وتكلفته مش مكلف ولا اي حاجه، بس عشان الوقت بس كده النهارده الخميس كده قلنا نفكر للاولاد نعمل لهم حاجه كده على السريع، حاجه تكون سهله كده ومش مكلفه ولا حاجه اهو. تاخدش وقت منك ولا حاجه، يعني 10 دقايق تكوني يعني مخلصاها اهو. وبكده يا بنات كسرت البسكوت بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اهوت. يبقى انا كده الخطوه ديت خلصت البسكوت بتاعي، اركن البسكوت بتاعي على جنب. ونيجي بقى عشان نعمل الصوص بتاعنا بتاع الشوكولاته الجميل. نيجي بقى للصوص بتاعنا يا بنات. عندي كوبايتين 2 لبن، لبن جاموس لبن بقري، اي لبن يكون متوفر عندك في قلب البيت. هبتدي كوبايتين دومت هحط 4 معالق كبار سكر اه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط على ال4 معالق كوبايات سكر نص كوبايه زيت او معلقتين كبار زبده اللي متوفر عندك. انا احط اهو نص كوبايه زيت. وبعدين هجيب معلقتين 2 كبار كاكاو. هحط بقى معلقتين 2 كبار كاكاو خام كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي اقلب بقى الكاكاو واللبن كده زي ما انتوا شايفين، وهاخده. وبعدين هروح على النار. اول ما يغلي معايا يا دوبك يغلي، مش يغلي يقطع نفسه من الغليان، لا، ده يقوم اللي هو يغلي معايا، اقوم جايه رافعاه من على النار وهحط مكعبين 3 مكعبات كده او 4 شوكولاته خام. بس انا مقطعهم مكانه 3 بس قطعتهم كده اهو. هاخده بقى واروح على النار وبعدين ارجع لكم تاني. بعد ما حطيت الصوص بتاعي على البوتاجاز يا دوبك اللبن غلي معايا على طول، هبتدي ان انا انزل بقى بمكعبات الشوكولاته بتاعتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي ان انا اقلب كده. الصوص هيتقل معايا خالص اول ما الشوكولاته تفك. يا بنات الصوص تقل معايا اهو زي ما انتوا شايفين، بس انا زودته كمان مكعبين شوكولاته كده عشان يبقى تقيل معايا شويه. هجيبه بقى كده واحط على البسكوت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحط الكميه كلها، يعني هسيب كوبايه كبيره كده. بسم الله. وابتدي ان انا اقلب بقى البسكوت بتاعي كله كده.
وبكده يا بنات بعد ما دوبت الخليط كده هجيب ورق سلوفان وهبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي كده في ورق السلوفان اهو. اهو وبعدين هبتدي ان انا الف كده يا بنات اهو. وبعدين ادخله الفريزر لمدة ساعتين وبعدين ارجع لكم. كده يا بنات بعد ما الحاجة الحلوة بتاعتنا اهيت قعدت في التلاجة جمدت معايا، هبتدي ان انا اقطعها اهي. شفت اهي بسم الله ما شاء الله. هبتدي ان انا اقطعها. حطيتها على دي يا بنات عشان ان انا اعرف اقطعها اهي. وبكده يا بنات اهي بعد ما قطعتها ما شاء الله عليها جميله جدا اهيت، ودي الشكل النهائي بتاعها اهوت زي ما انتم شايفين. هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها برضك اهيت. ما شاء الله شوفوا الخطط اللي فيها كده شكلها حلو خالص اهيت. وفي نفس الوقت لو ما عندكيش اي حاجه على السريع كده تعمليها لعيالك كده ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه. واتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم واسيبكم في رعايه الله. ما تنسونوش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وانتظروا الفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بقى ما خلصنا الحاجة الحلوة بتاعتنا يا بنات، في النهاردة الخميس بحاول ان انا اعمل لولادي اي حاجة حلوة كده لو بتكلفة بسيطة او قليلة زي ما تيجي الظروف يعني. المهم بعمل لهم اي حاجة حلوة كده بفرحهم يوم الخميس ده، عشان بيبقى واخدين اجازة بقى من الدروس والمذاكرة وكل حاجة. فبحاول ان انا اعمل لهم فاصل ما بين الايام. فقلت بقى اقعد اتكلم معاكم كده وافكركم حبايب قلبي بصلاة الفجر. ركعتين سنة وشكوى غريبة جدا هتسمعها من اجمل الشكاوي اللي انا سمعتها، جميلة جدا جدا جدا. هقول لكم عن الشكوى دي الاول وبعدين هقدم لكم هكلمكم كلمتين كده عن صلاة الفجر. بص حبايب قلبي، قدمت إحداهن شكوى بتقول إيه في الشكوى بتاعتها دي؟ بتقول إيه؟ نحن 5 إخوات، أنا أكثرهن غنى، لكن لا أدري لماذا يأتي أقاربي لزيارة إخواتي بكثرة، وحينما يأتي موعد زيارتي لا يأتي سوى القليل، فهم يزورون إخواتي ال4 كل يوم، إما أنا فلا أكاد أدري إلا القلة، فهل مقصرون جدا في زيارتي؟ بل ويقطعونني أياما عدة، حتى إن بعضهم لا أكاد أراه مطلقا، وكأنني سقطت من قاموسهم، والبعض منهم يأتي به كسل وخمول غريب، ولهم أعذار غير مقبولة مطلقا. ماذا أفعل؟ أنا أكثر إخواتي عطاء، لماذا لم يأتنني؟ لا أتهم إخواتي بالتقصير أبدا، ولكن الكل يعرف إن أكثرهن عطاء كثيرون، ينصحون أقاربي أن يأتونني، ولدي خير كثير وأعطي بكرم من يأتيني، ومع ذلك يبتعدون عني، فلا حياة لمن تنادي. ما المشكلة؟ لماذا هذا الهجران؟ ألست واحدا من 5 إخوات؟ لماذا يحرمونني أنفسهم؟ لماذا ينسونني؟ بقى أن نعرف من هذه صاحبة الشكوى، إنها الغالية صلاة الفجر. بصراحة عجبتني جدا جدا الشكوى دي جدا. صلاة الفجر بتشكي بتقول انا يعني انا مش محتاجة تفسير لان الكلام متفسر خالص ما فيهوش اي حاجة. ان صلاة الفجر دي يا بنات يعني عايزة اقول لكم ان صلاة الفجر ديت ركعتين سنة الفجر بالدنيا واللي عليها، السنة بالدنيا واللي عليها، فما بالك الفرض بقى؟
يعني سبحان الله، ربنا ذكر السنة بالدنيا، الدنيا دي كلها بالسنة، فما بالك اللي فرض. شوفوا اجر ايه عند ربنا. فانتم يا حبايب قلبي حاولوا ان انتم تركزوا على صلاة الفجر دي، ما تسيبوهاش ابدا مهما كانت ظروفك، لان فعلا بيجي علينا وقت، بتيجي كده ساعة صلاة الفجر تبقي قبل صلاة الفجر بتبقي فايقة كده وساعات تبقى ما تجيلكيش نوم. وسبحان الله تيجي ساعة القرآن، اول ما القرآن يبتدي تحسي ان انتي النوم جالك كده مرة واحدة، ازاي ما انتش عارفة. بيبقى فعلا الشيطان بيحاول ان هو يهيئلك كل حاجة حلوة ان انتي تنامي بأي طريقة بقى، والهدوء والراحة والسكينة، وهتنامي يعني هتنامي. فانتي حاولي ان انتي تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية الكرسي، وبتقومي مرة واحدة، مرة واحدة على طول، ما تستنيش. وحطي يقين في اليقين، وحطي الكلام ده في دماغك كده، ان ركعتين سنة الفجر بالدنيا واللي عليها، فما بالكم الفرض بقى. كل اللي انا عايزه اقوله لكم يا بنات، حافظوا على صلاه الفجر، وحاولي ان انتي تحطها يقين قدامك وتصلي صلاه الفجر باي طريقه، لان الدنيا ديت ساعه وايام وبنعيشها. يعني الدنيا ساعه والاخره 23، يعني احنا نيجي في قبرنا بقى ايه اللي هيقعدنا فاكيد لو هيقعد لك بحاجه بسيطه كده ان انتي تقومي تصلي صلاة الفجر او وتقري قرآن، ده اللي هيقعد لك في قبرك. واتمنى بقى واسيبكم في رعاية الله، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.